فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. العلم بالشيء يجعلك تدركه. جهلك بالحاجة اللي انت بتعملها بيخلي في حاجز بينك وبين الحاجة، فما بتقدرش تنجزها، ودي حاجات كلنا بنقع فيها في حياتنا اليومية. ده مضمون حلقتنا النهاردة من غير ما اطول عليك، فلو مهتم كمل الفيديو لحد الاخر، وقبل اي حاجة حط لايك واعمل شير وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. تفتكر ايه اللي ممكن يخلي الواحد سعيد اكتر، الرياضة ولا الفلوس؟ دي دراسة اتعملت 2011 2015 في جامعتين يال واكسفورد. كانت الدراسة مبنية على دراسة النشاط البدني وجودة الحياة، وايه ممكن يخلي الواحد اسعد، الرياضة ولا الفلوس. بعد ما عملوا الدراسة دي وجدوا نتائج مذهلة، حيث اثبتت ان الرياضة لها تأثير بشكل دوري اكبر على الحياة مقابل الوضع المادي. يعني لقوا الإنسان اللي هو بيمارس رياضة جودة حياته أحسن من الناحية النفسية بالنسبة للناس اللي وضعها المادي مستريح. أصل لا صحة ولا فلوس. تفتكر كده الدراسة دي اتعملت على كام واحد؟ ممكن نقول 100، ممكن نقول 200، ممكن نفكر مع بعض. قول أي رقم يعجبك في الكومنتات، شوف اتعملت على كام واحد. بس خليني أقول لك إن الدراسة دي اتعملت على 1.2 مليون مشترك، وتحت إشراف أخصائيين نفسيين من الجامعتين. وكان في مجلة مهتمة بالموضوع ده، وطلعت مع أحد الأخصائيين اللي اسمها لارو رويز، يا رب أكون بقول اسمها صح. قالت إن الدراسة كانت معتمدة على تحليل المؤشرات الصحية الفعلية للمشاركين، وكانت مدة الدراسة من 2011 ل 2015، يعني حوالي 4 سنين بيعملوا الدراسة دي. طبعا انت ولا فارق معاك الرياضة، واهم حاجة بالنسبة لك الفلوس، اديني فلوس وانا هبقى كويس. طب تعرف ان كانت اهم حاجة حللوها في الدراسة عدد المرات اللي اصيب فيها المشاركون بلحظات مزاجية سيئة، يعني كانوا متضايقين، وكان باين طبعا تأثير الرياضة عليهم حتى لو كان الوضع المادي بتاعهم مش مستقر. يعني هما لو معهمش فلوس بس مستريحين بعد ما بيخلصوا الاداء الرياضي. انت فاهم؟ يعني انت دلوقتي اول لما بتيجي تقولك انت زي اخويا، بتروح تدور ازاي تجيب فلوس ولا بتنزل الجيم؟ انا عارف ان انا جيت لك على الجرح، بس معلش. في اكتر من دراسة تانية اتعملت بنفس الاسلوب ده عشان تدرس الرياضة، الحالة المادية، تدرس الرياضة وحاجات تانية، ولقوا ان الرياضة بتعدل الحالة المزاجية بشكل كبير. بس اللي نقدر نوصل له من الدراسات دي كلها ان احنا محتاجين نمارس الرياضة، سواء الحالة المادية عالية او الحالة المادية قليلة. انت محتاج تفك الضغط من على دماغك. ازاي وامتى وفين واعملها ازاي؟ احنا محتاجين نمارس الرياضة ايا كانت، مشي، جري، عجل، كورة، ملاكمة، سباحة، ايا كانت الرياضة فانت محتاج تمارسها من 3 ل 5 ايام في الاسبوع. المدة حوالي 30 دقيقة الى 60 دقيقة، تخلي فيه مشي، تخلي فيه جري، تخلي فيها طلوع سلم. طيب انا ممكن اعمل الكلام ده مرة، مرتين، 3، بعد كده بزهق ما بكملش. طب ازاي اكمل؟ العلم بالشيء يجعلك تدركه. انا دلوقتي محتاج امارس رياضة المشي، فاقسم الموضوع لكذا حاجة عشان خاطر اوصل للحاجة اللي انا محتاجها في الاخر. انزل تطبيق للمشي بيحسب لي الخطوات، بيعرفني المسافة اللي انا مشيتها، بيحسب لي النبض، حاجات زي كده. احاول اقرا شوية عن الموضوع ده، احاول اشارك في ايفنت او 2 او 3، مفيش مشكلة. فانت بتجمع معلومات عن الجري. نفس الفكرة ممكن تطبقها على اي حاجة تانية موجودة، عن الجيم، عن الاكل. يعني وبمناسبة الجيم، لو محتاج مساعدة او برنامج مجاني للجيم ابعت لي في الدي ام على الانستجرام وهبعته لك، ما عنديش اي مشكلة. المهم ان انت تاخد الخطوة وتبدأ تعرف وتروح وتيجي وتتطور في الموضوع. ممكن تظبط معاه شويه عادات في الاكل. انا مش هقول لك اعمل دايت جامد، بس على الاقل انت ممكن تجدول اكلك، يعني تعمل مواعيد اكل على جوجل كاليندر او نوشن، ايا كان الابليكيشن اللي يريحك، تسجل عليه مواعيد اكلك. ما تسجلش حتى نوع الاكل، سجل مواعيد. مثلا انا بصحى الساعه 8، عندي شغل الساعه 10، فانا ممكن افطر الساعه 9. خلاص سجل ان انت هتفطر الساعه 9. اعمل عادات بسيطه بس، اشرب من 2 ل 3 لتر ميه لو قدرت. قلل سكر، خليهم 3 معالق. حدد ليميت لنفسك، خليهم 4 معالق، خليهم 5 معالق. ما تخليهاش مفتوحة.
كل اللي احنا قلناه ده ممكن تبدأ بحاجة واحدة بس من اللي احنا قلناها لحد ما تكمل 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع زود الحاجة التانية يبقى معاك حاجتين، الحاجة التالتة يبقى معاك 3، وكل حاجة من اللي احنا قلناها خش اقرا عنها اعرف هي بتعمل ايه. يقول الإمام الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر في محالي. الله عليا وأنا شاعر. طبعا انت تقول لي يعني انت عاوز ايه؟ يعني انا دلوقتي بتمنى الحاجه اللي انا طلبتها دي هي العلا، فعشان اوصل لها او اجيبها اسهر الليالي. اسهر الليالي ما كانش قصده اللي هو تفضل سهران، كان قصده اللي انت تدور على الطريقه والحاجه اللي توديك للحاجه اللي انت عايز تعملها. ولو ما اجتهدتش عشان توصل للحاجه اللي انت عايز تعملها دي اكنك بتضيع عمرك في حاجه مستحيله. يعني لو عايز تغير من جسمك او عايز توصل لهدف معين او في دماغك اللي انت تعلي مستواك في رياضه معينه، فانت حاليا طالب العلا، عايز تسهر الليالي، عايز تدور على الطريق اللي يودي للعلا اللي انت عايزه ده، عايز تدور على الطريق اللي يودي للفورمه اللي انت عايزها. فلما تلاقيها مش خلاص وصلت، انت دلوقتي لقيت الطريق. من رمى العلا بغير كد، دلوقتي لقيت الطريق فلازم تجتهد وتسعى في الطريق ده. ما قالكش اللي انت تدور ولقيت الطريق، طب ادي الطريق وادي الحاجه. عشان تروح للحاجه دي لازم تسعى لها بقى. ما الطريق ده مش هيبقى سالك، الطريق ده يبقى فيه مطبات، حفر، تطلع جبل، تنزل من جبل، فلازم تكد عشان توصل للطريق ده. لان انت لو ما عملتش كده هتيجي في نص الطريق بالظبط مش هتعرف، هترجع، فكأنك بتحاول توصل للمستحيل. وده اللي ياخدنا اللي احنا نقول ان الدماغ مقسومة لثلاث أقسام: قسم بيتحكم في الشهوة، أنا جعان فعايز آكل فيحركني. قسم بيتحكم في المشاعر والأحاسيس، أنا فرحان، أنا حزين، أنا متضايق. قسم بيقولك الصح من الغلط، أنا دلوقتي عايز أروح آكل فرايدي تشيكن. القسم المسؤول عن الشهوة هو اللي بيحركك. الجزء بتاع الصح والغلط بيقولك الكلام ده غلط، فما ينفعش فرايدي تشيكن وإحنا هنروح ننام مثلا. وعلى حسب قوتك وإرادتك النفسية بتقرر. فقراراتنا كلها متوقفة علينا احنا، انت قدام نفسك. كل ما كان عندك إرادة كل ما عرفت تتحكم في الصح والغلط. كل ما كان عندي معرفة وإدراك بالشيء والحاجة اللي أنا بعملها دي كل ما كان الضمير أو الصح والغلط متحكم أكبر. وما تنساش لو وصلت لحد هنا اكتب لنا في الكومنتات واعمل لايك وسوي سبسكرايب اخوي، فعل الجرس، اي حاجة تقابلك اعملها. ان شاء الله نكون قدرنا نفكه، والسلام عليكم.